تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد. أي المدامع لا تفيض دموعها هي حزنا لجعفر بن محمد للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابد المتهجد رزون أصاب المسلمين بذلة فهوى له بيت العلا والسؤدد. رزل له تبكي شريعة أحمد وتنوح بقلب مكمد. ماذا جنى آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من فعله يا الردي كم جرعت مر البلاء لجعفر يا كم جرعت مر البلاء لجعفر وهو نجم الهدى مأمون شرعته أحمد. كم قد رأى المنصور منه عجائبا ورأى الهدى لكنه لم يهتدي. فرأى بقتل ابن النبي بأن يصون عرشيا بما جناه المعتاد فسقاه سما بالضغينة ناقعا وولا فسقاه سما بالضغينة ناقعا لينال منه أقصى بغية آيان ومقصيادي. وان جعفر الصادق وان على فراش المنية وان تهد الطود لكنها خفية وحولها ولادته دموع العيون. هذا سخين العين يبكي وذاك مغبون. واهل العلم بالمدرسة كلهم يلوجون يا للأسف حامي الملة الجعفرية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون